بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، إن شاء الله كامل تكونوا في أتم الصحة. كما راكم تشوفوا وصفة من وصفات الرمضانية نكملوها مع التحضيرات، إن شاء الله البنات تنال إعجابكم. وصفة خفيفة ظريفة، مقادير سهلة متواجدة في كل دار، بصح كاين تقنيات لازم نتبعوهم باه العجينه تاعنا ما تشرب لناش ليدان بزاف، تجينا مقرمشه وخفيفه. نروحوا مع بعض للمقادير سهله ماهله. نكيلو بالكاس اللي يهز 220 مليلتر، ولا اللي تحب دير اكثر ديري كيلة اكبر. المهم المقادير سهله. هنا درت 4 اكواب ولا 4 كيسان فرينه. عندي 3 ولا 4 ملاعق كبار نتاع السميد، اللي تحب تبدل السميد بالنشا لك الاختيار، على خاطر هنا سميد ولا نشا راح تعطينا القرمشه والعجينه تاعنا تجي حاكمه روحها. ضفت نص كاس نتاع زيت، بسست العجينه نتاعي ولا الفرينه نتاعي مليح مليح. من بعد الكاس نتاعي تاع الماء راح نملاه الماء ونضيف ملعقه صغيره نتاع ملح، نذوبها مليح مع ملعقه كبيره نتاع خل. هنا راني ما صورتهاش البنات. الخل راح يعاوننا باه العجينه نتاعنا ما تشربش الزيت كي نعودو نقليو فيها. راح نبل العجينه نتاعي غير بشوي، ما نكملش الكاس مره واحده، ونشوف كما تعرفوا على حساب نوعيه تاع الفرينه اللي تشرب ولا النوع اللي ما يشربش السوائل. هنا راني كملت الكاس نتاعي كامل نتاع الماء. الفرينه نتاعي يعني تشرب. اهم حاجه البنات لازم الفرينه نتاعنا ولا العجينه نتاعنا نتحصلوا على القوام نتاعها، ما تكونش طريه، تكون قاصحه ولا يابسه حكمها روحها كما راكم تشوفوا. نحاول ندخل هذيك الفرينه في بعضها، ندلكها مده دقيقه ولا 2 دقائق حتى تدخل هذيك المكونات كامل في بعضهم. هنا ما نحتاجوش نعجنوها، غير ندخلوا هذوك المكونات في بعضهم، نتحصلوا على عجينه متماسكه. نغطوها ببلاستيك نخليوها ترتاح. الحشوه هنا تبقى اختياريه. انا قليت حبه بصله كبيره مع 2 مغارف كبار زيت حتى يذبل البصل عندي ويولي اللون تاعو اصفر. ضفت معاه قطعه صغيره نتاع شحم، على خاطر اللحم المفروم اللي عندي ما فيهش ليدام. نحمص هذيك الكفته نتاعي مليح مليح حتى تدي اللون، تنشف من الماء نتاعها وتبدا تصفر عندي. كي تبدا تتحمر احنا راح نضيف لها دوابت. عندي ملعقه كبيره نتاع دوابت نتاع كفته مخلطه، كل واحد على حساب الاختيار نتاعو. وديروا ملعقه كبيره نتاع معدنوس مجفف، انا ما عنديش الاخضر هنا كان مش متواجد، والملح طبعا. بعد ما تنشف وتتحمص هذيك الكفته نتاعي مليح، ضفت لها نص كاس نتاع ماء، غلقت عليها غطيتها وخليتها كملت تطيب على نار قليله. هكذا الكفته نتاعي ما تجينيش يابسه كي تعود في الحشوه نتاعي. العجينه نتاعي بعد ما استراحت البنات هنا راح نحلها مستطيل. هنا ما يهمش السمك، مهم يكون مستطيل طويل. بعد ما نحلها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا فيه، نجيب 2 مغارف كبار نشا. راح نرش هذاك النشا على السطح نتاع العجينه نتاعي كامل، ونطبقها هنا على 3. انا طبقتها على 4 باه نوزع هذاك الكميه تاع النشا اللي كانت متواجده. من بعد طبقتها على 3، راح نغطيها بالبلاستيك ونخليها تزيد ترتاح عندي. بعد ما ارتاحت راح نجيب نحلها بسمك رقيق، يعني 3 مليمترات ولا 4 مليمترات على الأقل. هنا البنات تقدروا اللي يحب السمبوسة تاعو ولا العجينة تاع البوريك تجيه رقيقة بزاف وتجيه مورقة. هذه العملية راح نكرروها 2 ولا 3. أنا هنا كررتها درتها غير مرة واحدة. وانتم إذا حبيتوا البورك تاعكم يجيكم فيه قرمشة أكثر وتوريق أكثر، ما عليكم غير تكرروا هذه العملية 2 ولا 3. يعني بعد ما نحلو العجينة نتاعنا هنا مستطيل، نزيدو نرشو ملعقتين تاع نشا ونطبقوها كيما نطبقو العجينة نتاع المقرقشات. هنا السمك تاعها كيما راكم تشوفوا 2 ولا 3 ملم، ماشي بزاف. منخشنوهاش على خاطر انا هنا راح نقسمها نصفين
ونبدا نخدم فيها مباشره. كما قلت لكم اللي تحب يجي فيها التوريق بزاف وقرمشه بزاف تعاود ولا تكرر هذه العمليه مرتين ولا ثلاثه على الاقل عفوا. نزيد نخفف شويه السمك نتاعي تاع العجين، خليه يرتاح مده 5 دقائق، ومن بعد نقطع العجينه نتاعي. هنا انا راح نقطعها عده اشكال. البنات اللي عندهم هذه القطعه الدائريه ولا هذا المول نتاع الصامسه تستعمليه، يعني يجيك سهل مهل بالتشكيل، الحبات تاعو يجوا باهيين. هنا راح نقطعهم هذه الدوائر. البنات السمك نتاعها ما يكونش قلت لكم رقيق بزاف. هنا على كيما راكم شفتوا راه ما راح تكون فيها 3 طبقات فوق بعضهم. بعد ما ورقناها بهذاك النشا نعدل الحواشي نتاوعي. هنا نبلهم غير بشويه نتاع ماء ولا بياض بيض كما تحبوا باه ما تفتح لكمش العجينه. انا هنا درت غير كميه قليله نتاع ماء، حطيت الحشوه نتاعي ونغلق عليها مليح مليح. هنا البنات كل ما تغلقوش عليها راح تفتح لكم، وراح تشوفوا هنا هي راهي تفتحت لي. لازم نعاود نضغط عليها. بعد ما نحيها من المول هذا راح نجيب نبرم ولا نظفر الحواشي نتاعها هكذا باه تتغلق مليح، وممكن نعودو نقليو فيها ما تشربناش كميه كبيره نتاع الزيت. نكمل كل الكميه. واللي يحب البنات ما يعرفش تظفر ولا ما تديلهاش الوقت في الضفير، ما عليك غير تستعملي فرشيطه ولا شوكه تضغطي على الحواشي هذوك مليح مليح، تكوني دهنتيها بالماء ولا بالبيض هكذا ماهيش راح تتحلك. هذوك الزوائد نتاع العجين هنا ملاحظه البنات حطوهم فوق بعضهم ونطبقوهم كيما نطبقوا البواقي نتاع العجينه المورقه، هكذا راح تتحصلي على توريق اكثر. والعجينه تاعك ما تلميهاش خليها كيما هكذا. من بعد راح نشوفوا كيف راح نشكلوها. نكمل انا باقي هذاك الحبات نتاوعي راح نحشيهم ونظفر الجوانب، نضغط عليهم مليح مليح. كما قلت لكم اللي ما تحبش تظفر تستعمل فرشيطه ولا شوكه وتضغط على هذوك الجوانب. انا راح نضغط عليهم ونزيد نظفرهم من بعد، وانتم على حساب الاختيار نتاعكم البنات. المهم هنا هذه العمليه باه ما تشرب لناش الزيت بزاف. كي تعود هكذاك تفتح لنا من هذاك الجوانب من الجهه اللي غلقناها، هذاك هو المنفذ اللي راح يدخل لنا منه الزيت. والا العجينه هذه البنات ما تشربش الزيت ما شاء الله. وعجينه كي تكون قاصحه ولا يابسه وحكمه روحها ماهيش راح تتشرب كميه تاع الزيت. والملعقه نتاع الخل اللي زدناها هذيك ثاني راح تعطينا تعاوننا كما نقولوا في العجينه، ما تخليش العجينه تاعنا تتشرب كميه تاع الزيت وتعطيها قرمشه بنفس الوقت. العجينه نتاعي هذاك البواقي اللي خليتهم على جهه راح نفتحهم بعد ما ارتاحوا ونقطعهم بهذه الطريقه. راح تجينا سهله مهله بلا ما نضلوا عفوا نعاودوا في العجينه. كل ما تعاودي العجينه راح تولي لك الاستيك وما تجيكش بنينه في الماكله. بصح بهذه الطريقه راح تحصلي على كميه كبيره تاع توريق، يعني ورقات بزاف فوق بعضهم تجيكم ورقه ومقرمشه ما شاء الله. والشكل الثاني تاعها يجيكم باهي. حاولت انه الشرح يكون وافي وكافي للبنات اللي مبتدئات واللي يحب الحاجه كي تجربها تنجح لها من اول مره. سخنت الزيت نتاعي بعد ما خلصت وشكلت الكميه كامله. راح نقلي الحبات نتاعي. الزيت هنا يكون سخون سخنه مليح مليح ومن بعد نقص له خليه على المتوسط. خليه واش نار عاليه يطيب لنا من برا ومن الداخل يكون يبقى عجين، ولا تبقى لنا السمبوسه تاعنا ولا البوريك نتاع العجين يبقى طري من داخل وما يعطيناش القرمشه اللي رانا حابينها. وصفه ناجحه 1000% البنات، غير جربوها ما كنتش راح تندموا عليها. حبيت نشاركها معكم قبل الوقت. اللي تحب تجرب هذا هو الوقت المناسب. ان شاء الله تنجح معكم وتجيكم احسن من هكذا. اي تساؤل ولا تعليقات مرحبا بكم، نستنى تعليقاتكم ولايكاتكم. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والى الملتقى باذن الله.